مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الدولة القومية. قد يكون تعريف الدولة ارتباطا بالسلطة بداية حسنة، فجميع أشكال السلطة المقيدة بالضوابط القانونية يمكن تسميتها بالدولة، والسلطة المركزة ضمن تكامل مجمل المؤسسات المؤطرة بقواعد محددة تعرف بالدولة. لكن هذا لا يكفي، فبالمقدور تصنيف الدولة وفق مختلف التقسيمات المألوفة على مر التاريخ، ومنها تقسيم الدولة من حيث الطبقات الاجتماعية الناهبة لفوائض القيمة والإنتاج، وهي الدولة العبودية، الدولة القطاعية، الدولة الرأسمالية. ويتعلق طراز التقسيم الآخر بالوجود الأثني للفئة الحاكمة، وهي دولة الكهنة، دولة الأسرة الحاكمة، دولة القبيلة أو القوم، الدولة الوطنية، الدولة القومية، دولة الأمة. ويمكن إجراء طراز آخر من التقسيم بموجب الانتخابات أو التعيين أو باستلام زمام الحكم بالوراثة أو بالعنف، ومنها الدولة المونارشية والجمهورية. يعتمد شكل التقسيم الآخر على المجموعات الناهبة لفائض القيمة، وهي الدولة الزراعية، الدولة التجارية، دولة المال، الدولة الصناعية. والتقسيم الآخر الأقرب هو التسميات المزيفة للدولة، وهي كالتالي: الدولة الليبرالية، الدولة الاشتراكية، الدولة الفاشية، الدولة الديمقراطية. من الممكن تسمية الدولة بتسميات مختلفة تعتمد على الخصائص الموجودة فيها، ومن بين هذه التسميات فقد تستخدم الدولة القومية للتعبير عن حالة يومنا هذا. كون الدولة القومية هي الشكل الأخير والأخطر، فهي تعتبر نفسها الإله على وجه الأرض. وتفسير هيجل للدولة القومية التي يبتدئها بنابليون على أنها هبوط الإله على وجه الأرض يعبر عن هذا إلى أقصى حد. الدولة القومية تحتوي في بنيتها على أمة واحدة فقط، بحيث يتكامل ويلتحم جميع أعضاء الأمة مع الدولة على أساس دين القوموية. تكاد تكون الدولة فيها أحادية بقومها، وهي شكل الدولة الأساسي في الرأسمالية. ومن غير الممكن الفصل بين الدولة القومية والدولة المسماة بالفاشية، نظرا لكونها شكل نظامها المتميز بالأزمات الدائمة في ظل الرأسمالية. لطالما يدور الحديث عن 3 أمثلة بخصوص نماذج الدولة القومية، فمثال فرنسا هو النموذج الأول للدولة القومية، فمكان ولادة الدولة القومية هو فرنسا، أما خالقها وإلهها فهو نابليون. أما النموذج الثاني فهو النموذج الألماني، وهو يأخذ الثقافة أساسا له، فالثقافة الخاصة بالأمة الألمانية هي شرط وجود مواطنتها ودولتها القومية على السواء. ونزوعها أكثر إلى الفاشية متعلق بتطور الدولة القومية الألمانية على هذا الأساس، وقد أثرت في العالم أجمع، كما تأثر الأتراك أيضا بهذا النمط في التطبيق، لكن الألمان يتجاوزونه حاليا، في حين أن المثال الإنجليزي هو الأكثر مرونة وسلاسة. فالإنجليز لا يتخذون الوحدة السياسية أساسا كالفرنسيين، ولا الوحدة الثقافية أساسا كالألمان، بل يعرضون مثالا من الدولة القومية الأكثر انفتاحا على الكيانات السياسية والثقافية الأخرى المغايرة. وفي مرافعة سوسيولوجيا الحرية يعمل القائد عبد الله أوجلان على تعريف الدولة القومية أمة الدولة كالتالي: الموضوع الذي مارست علوم الاجتماع التعمية والتحريف بحقه وأضافت عليه أكوام القوالب الدقمائية أكثر من غيره هو الدولة القومية. لذا سأعمل على تعزيز السرد بتسليط الضوء على الموضوع من زوايا مختلفة، وبتوضيح النتائج التي يجب استخلاصها. ينبغي قبل كل شيء أن نتصور الدولة القومية، دولة الأم،
كأعلى سقف لأشكال السلطة، ذلك أنه ما من شكل للدولة يشتمل على سلطة بقدر ما هي الدولة القومية، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى ارتباط الشريحة العليا من الطبقة الوسطى بالتحول الاحتكاري على نحو متزايد. ينبغي ألا يغيب عن البال بتاتا أن الدولة القومية هي أعلى أشكال الاحتكار الشامل، فالاحتكارات التجارية والصناعية والمالية تصل أقصى درجات التحالف مع احتكار السلطة خلال طور الدولة القومية. ما يسري هنا هو الاتحاد الأعلى لإجمالي الاحتكارات هذا، وينبغي تصور الاحتكار الإيديولوجي أيضا كجزء لا يتجزأ من احتكار السلطة ضمن هذا المضمار. الدولة القومية مشحونة بالمصطلحات الإلهية أكثر مما يعتقد، وتابعة للطقوس التقديسية بما لا يشاهد في أي مرحلة تاريخية، فالمصطلحات التي تعتمد عليها وتختارها تصورا لها من قبيل الوطن، العلم، المركزية، الاستقلال، القدسية، النشيد الوطني والقصص البطولية، إنما تتميز بنصيبها من الألوهية بما يتوافق ما هي عليه لدى الملوك الآلهة. ما من دولة تحصنت بالدروع الإيديولوجية والقانونية والسياسية والاقتصادية والدينية بقدر الدولة القومية، مؤكدا أن الدافع الأساسي لذلك يكمن في تحولها إلى بوابة رزق للبيروقراطية. فلدى سحب مناصب وصلاحيات الدولة من يد البيروقراطية فتصبح أشبه بسمكة خارجة من الماء، أي أن الدولة بالنسبة للبيروقراطية هي مسألة حياة أو موت، كما أن الدافع وراء التركيز البليغ على الدولة وإقامة القيام من أجلها في ظل الحداثة الرأسمالية بما لم يحدث في عهد أي حداثة أخرى، إنما يكمن مرة أخرى وراء التغيير الجاري في بنيتها الطبقية تلك. هذا وثمة أواصل وثيقة وكثيبة بين مصطلح وحدة الآلهة وبين التشديد على الحداثة والدولة القومية وعلى الوحدوية المركزية بصورة خاصة. فكيفما تم القضاء على بعض القبائل والأقوام وتصفية آلهتها معها وصهرها بالتالي في بوتقة القبيلة أو القوم الحاكم وبالتالي توحيدها معه، وإذ ما نظرنا إلى اصطلاح وحدانية الإله وفق هذا الواقع السوسيولوجي فسنبلغ فحواه بسهولة أكبر، ذلك أنه يتضمن الاستعمار والصهر. تشكل الدولة القومية قاسما مشتركا لكافة الاحتكارات، فهي لا تقتصر على بناء ذاتها على خلفية سلب الثقافة الاجتماعية المادية وغزوها واستعمارها، بل وتؤدي دورا مصيريا في صهر الثقافة المعنوية أيضا، فهي تضفي الطابع الرسمي على المعايير الثقافية للجماعة الحاكمة، وذلك باسم الثقافة الوطنية، ثم تشن الحرب ضد جميع الكيانات الثقافية المتبقية بذريعة أنها تضر بالوحدة الوطنية، وبهذا تهيئ النهاية المحتومة لجميع اللغات والثقافات الموجودة في كافة الأديان والأثنيات والأقوام والأمم واللغات والثقافات التي لا تبرح محافظة على وجودها منذ آلاف السنين، وهي تفعل ذلك باللجوء إلى العنف أو الإغراء المادي. وعليه فإن أبعاد المجتمعات الوطنية الكبيرة في المنطقة العربية والتركية والكردية والفارسية عن مرض القوموية والوطنياتية المتطرفة يعد مهمة تاريخية واجتماعية أولية، لذا يجب هيكليتها على شاكلة الأمة الكبرى، وذلك ضمن إطار العصرانية الديمقراطية لكي تنفذ من فخ الدولة القومية. إلى هنا نصل إلى ختام مصطلحنا لهذا الأسبوع. شكرا على طيب المتابعة، دمتم سالمين.